مرحبا ويسعد لي كل اوقاتكم. كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وسلامة وانتم عم تشوفوا الفيديو. حبايبي رجعت لكم بفيديو جديد، ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم. هون حبيت ورجيكم الاجواء عندنا كيف صايرة، ما شاء الله تبارك الرحمن. الدنيا عم تشتي بس كتير الجو حلو يعني، فهيك حبيت ورجيكم قبل ما اساوي الفطور. وهون حبيت كمان ورجيكم الفطور شو بدي افطر اليوم. اولادي بالمدرسة بتعرفوا يعني يوم الجمعة الولاد بالمدرسة وجوزي كمان الله ييسر لهم يعني بالشغل. ففقت الصبح قلت يلا شو بدي اكل. بالعادة انا بحب انه اساوي سندويشات لبنة او مثلا هيك اسلق بيضة بجنبها، بس اليوم غيرت رأيي قلت له اساوي هيك سندويشات بالجبنة وبحطهم هيك بسخانة الخبز يعني بسخنها والجبنة بتسيح كتير كتير بيطلع طيب. شايفين صبايا ما شاء الله تبارك الرحمن. فهلا رح احط التانية كمان مشان ابني الصغير هو كمان بيحبها، فسويت وحدة لإلي وحدة لابني الصغير لأنه كون الولاد الباقيين بالمدارس، فسويت هيك اشي بسيط لي ولإله. وهيك الفطور صار جاهز، قسمت لابني الصغير قسمتين ولإلي خليتها كاملة. وهيك حطيت شوية زيتون أخضر زيتون أسود، والحمد لله رب العالمين ربي ديما نعمة. وهذا كان فطورنا. صبيت كمان هيك كاس شاي بجنبه، ضروري يعني كاس الشاي على الفطور. وهيك يعني فطور بسيط والحمد لله رب العالمين مثل ما عم تشوفوا. رح اشرب شاي وافطر فطوري ان شاء الله. ومشان والله كنت مريضة فيديو اللي قبل هاد ما حبيت نزل لكم، ما كنت حابة بس نزلته هيك عشوائي. والصراحة يعني أنا بحب إنه أعطيكم دايما طاقة إيجابية، ما بحب إنه أعطيكم طاقة سلبية. بس الحمد لله رب العالمين هون حبيت ورجيكم الأدوية اللي أعطاني إياها الدكتور. رحت على الدكتور أعطاني حب مسكن، وهذا الحب أعطاني مشان الصدر، إنه قال بيوسع القصبات ومشان السعال. والحمد لله رب العالمين هيك يعني. وهون حبيت كمان اجتني طلبية تيمو حبيت ورجيكم اياها. كنت موصي غراض يعني شوية غراض بسيطة لرمضان، فحبيت ورجيكم اياهم وتعطوني رأيكم اذا حلوين ولا لا. هاي صراحة بنتي نقت لحالها هيك بجاي طوق، صار لفترة عم تقول امي بدي طوق هدول شايفين. جبت لها وحدة وهدول كلهم يعني بيجوا مع بعض، وكمان هيك بكلة، وكمان هدول بيجوا ما بعرف اي قالت للايدين، هيك كلهم بيجوا مع بعض. هي وصت يعني هي طلبت هذا اللون. وكمان شايفين صبايا ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي كرسي تبع القرآن الكريم كمان جبته، وجبته هذا اللون. صراحة أنا عجبني أكتر شي هذا اللون وموديله كتير حلو. شايفين صبايا ما شاء الله. جبته أنا بالعادة بقرأ القرآن بس بحطه على المخدة، فلما شفته على التيمو موجود قلت أحسن شي جيبه وأحسن وأفضل كمان. وكمان هدول جبتهم مشان ابني، هو رح يروح على طلائع يعني احنا بنقول كلاس فات، رح يروحوا يضلوا 9 أيام رح يروحوا على نمسا. فجبت له هدول مشان يلبسهم تحت الأواعي. هن رح يروحوا على مكان فيه تزلج يعني فيه ثلج، فالمدرسة قال لازم يجيبوا أغراض سميكة مشان هاي الرحلة. فوصيت له هيك 3 جوارب بيجوا ساق طويل وكتير سماك. وهي كمان أنا وصيتها لتليفوني صبايا. شايفين هذا الكفر أنا كتير حبيته لأنه مكتوب عليه بيبي، وكمان عليه رسمة دبدوب، فأنا جبته مشان ابني الصغير دايما أقول له دبدوبي، فمشان هيك جبت هذا الكفر تليفون. وهي صينية كمان جبتها يعني للشاي للقهوة بصير كمان وصيت وحدة جبتها كتير حلوة مرتبة يعني جاي شفافة. فحبيت هيك ورجيكم تعطوني رأيكم ان شاء الله يا ربي هيك الفيديو ينال اعجابكم. والله يا صبايا مثل ما قلت لكم انا دايما بحب اعطيكم الطاقة الايجابية، فان شاء الله يا ربي هيك ربي يسعد قلبكم. كمان هاي الصينية الخشب ورجيتكم اياها كمان جبتها مشان انه احط فيها تمر. وهدول البكل كمان بنتي وصت لإلها، فانا عجبني هذا اللون صراحة. قلت لها غيري عن الالوان الزهر يعني صحيح يعني بناتي الزهر، بس هيك الوان كمان كتير حلوة ومرتبة، فقلت لها جيبي هذا اللون. في عدة يعني موديلات. وهذا الجاكيت كمان لابني مشان مثل ما قلت لكم مشان رحلة المدرسية، مشان يعني هن هنيك تلج، فجبت له هاد كمان وصيته كتير كتير سميك ومنيح للمكان انه يكون فيه تلج. والله انا ما بعرف اكلي هم انه رح اشتاق له، رح يضل 9 ايام ما انه قليل، فان شاء الله يا رب يروحوا ويرجعوا بالسلامة. وكمان حبيت ورجيكم هاي المبخرة شايفين صبايا.
كتير حلوة. جبتها كمان هيك، أنا بالعادة بستعمل المبخرة، هدول العيدان بجيبهم من الإكشن، بس هالمرة جبت مبخرة. وهي كمان النظارة جبتها مشان ابني، مشان يعني المكان التزلج، يعني شوية أغراض لابني وشوية أغراض للبيت جبت موصيتهم، كنت موصيتهم يعني، فحبيت هيك ورجيكم إياها. وكمان هاي البنطلون شايفين، هاي مشان كمان مكان التزلج بيجي سميك، ويعني مشان البرد كتير منيح، فجبتهم هيك مع بعض. وهي الجارب الثالث كمان جبت 3 جوارب مثل ما قلت لكم. وهي الشغلة الأخيرة كمان جبتها، صار لي فترة عم استناها. شايفين هدول المعالق صبايا كتير مناح، لأنه الطناجر اللي عندي ما فيني استعمل فيهم معالق العادية، هدول هن وصيتهم كتير مناح. شايفين صبايا ما شاء الله، أنا لون كتير عجبني الصراحة يعني. وجايين هن طرايا مشان الطناجر ما تخرب، هدول مناح. فوصيت هيك بيجي طقم كامل مع بعض، ووصيتهم عجبوني كتير. هون حبيت ورجيكم اغراض، يعني اغراض لإلي مو اغراض ابني. هاي كرسي القرآن شايفين صبايا مورد، كتير كتير عجبني والله، يعني قد ما اقولكم عجبني. وهذا الكفر مثل ما قلت لكم انا مشان ابني والله وصيت، لانه عليه رسم الدبدوب. وان شاء الله يا ربي الاغراض تعجبكم مثل ما عجبتني. هاي كمان صينية كمان بعد ما جوزي ركب لي هي الايدين. وهاي المبخرة كمان يعني حلوة، واحد بكر البيت كتير مرتبة كمان موديلة، بيجي الدنيا على رمضان، بيعطي أجواء رمضان كمان بالبيت. وهاي الصينية كمان جبتها، فيني حط فيها حلو، فيني حط فيها مثلا تمر. والمعالق طبعا ورجيتكم إياها، والله يا صبايا كتير مناح يعني، تقال مانن خفاف كمان. فحبيت هيك ورجيكم الأغراض اللي أنا جبتهم، هيك يعني واحد فيه يقرأ القرآن بسهولة، ويكون يعني ظهره مانو منحني كتير. إن شاء الله رح أقرأ القرآن قبل رمضان لأخي الله يرحمه، وبرمضان رح أقرأ القرآن لأبي، يعني أختم لهم اثنيناتهم، الله يرحم أمواتنا وأمواتكم يا رب. هون حبايبي رجعت للطبخة، حبيت ورجيكم. هون أنا مقطعة صدور الدجاج هيك رقاق. رح أساوي معكم هاي الوصفة، إن شاء الله تنال إعجابكم وأنتم كمان تجربوها. وأنا مجهزة كمان التوابل، ورح تبلها قدامكم وورجيكم خطوة بخطوة أنا كيف ساوية، مشان أنتم كمان يعني إذا حابين تساووا. أنا بعرف يعني كل ست بيت بتعرف تطبخ طبختها. وهون كمان أنا مجهزة ملح وتوم بودرة، كمان توابل مشكلة، فلفل أسود، بابريكا، شوية كزبرة، وشوية زنجبيل. وكمان ما يخلى الأمر حطيت هيك معلقتين صغار كمان ماجي. رح ضيف كل البهارات على الدجاج، وأنا منظفة الدجاج من قبل ومقطعته مثل ما عم تشوفوا صبايا. ورح ضيف البهارات هلا عليها، وكمان هلا رح ضيف شوية زيت، يعني بعد ما حطيت التوابل رح احط شوية زيت كمان. وبعدين رح احط شوية خل كمان، الخل ما بيخلي يضل زنخة باللحمة دايما انا بقول، وكمان بيخلي اللحمة دايما تكون طرية، يعني ما بتقسى قد ما قليت اللحمة ما بتقسى. وهون حبايبي بعد ما حطيت التوابل رح البس الكفوف مشان اتحكم انه اخلط اللحمة كتير منيح مشان تاخد النكهة التوابل. فالصبايا حابة احكي لكم، انا لما بساوي وصفات الاكل انا بشارككم يومي، بشارككم طبختي، شو طبخت لاولادي، شو سويت بيومي. هي انا ما بعلمكم على الطبخ، انا ما بحب انه انا ماني الصراحة ماني شيفة، او مثلا انا ام وست بيت يعني مثلي مثلكم، فبحب انه شارككم يومي. وهيك بعد ما تبلته حبيت ورجيكم انه هيك خلطتهم كتير وهيك رح حطهم على جنب. وانا كمان حاطه المقلايه على النار، الزيت عندي حامي. رح ساوي وجبه مقالي كمان بجنبها، يعني بومس للاولاد، اولادي بحبوا المقالي بجنب هاي صدور الدجاج. فهيك رح اقلي البطاطا كمان صبايا معكم. انا جايبه كيس جاهز هو جاي، فحبيت هيك ساوي لهم اياها بجنب هاي الوجبه كتير طيبه. وحبيت هيك شارك معكم يومي، إن شاء الله يا ربي هيك الفيديو ينال إعجابكم وربي يسعد لي إياكم. هون كمان رح ساوي السلطة، رح ساوي اليوم سلطة الخضرة، بس رح أضيف عليها الأفوكادو، كتير كتير طيب وجوزي كتير بحبه، وكمان عندي بنتي كتير بتحب الأفوكادو، فقلت لا أساويها يعني كلها خضرة مع بعضها ومفيدة، والأفوكادو كمان كتير طيب. فحبيت هيك ساوي معكم سلطة الأفوكادو كمان. وحابة كمان اتشكر الصبايا اللي بالقناة كلياتكم، بتشرف فيكم، وشكرا كتير على تعليقاتكم الحلوة.
يعني تعليقاتكم اللي بتشجعني وبتخليني اقوى وكمل لسه لقدام ونزلكم لسه فيديوهات احلى واحلى. والله يا صبايا ربي يسعد لي قلبكم وينولكم لي بالكم يا رب على كلامكم الحلو. انتم ما بتقصروا، يعني ان شاء الله باذن الله تعالى رح نكون اخوات ورح نكون عيلة مع بعض ان شاء الله دائما بالفرح، يعني قبل الحزن ان شاء الله رب العالمين. وهون صبايا بعد ما خلصت المقالي هون حبيت كمان ارجع لكم مشان الطبخة. انا مجهزة هون طحين وبيض مخفوق وكمان بانيه ميل، هي خصوصي بتجي منشان صدر الدجاج. فاول شي انا بحطه بالطحين مشان انه تتماسك، بعدين تشيل انه بالبانيه ميل، بعدين بحطها بالبيض، وبعدين اخر شي بحطها، شايفين صبايا، بحطها هون بالبانيه ميل بعدين بحطها بالزيت. وهي الطريقة كتير طيبة يا صبايا، بتمنى انتو كمان تجربوها وان شاء الله رح تنال اعجابكم. والحمد لله رب العالمين رجعنا لروتيناتنا ولطبخاتنا. انا وولادي الصراحة بيحبوا هيك اكلات اكتر من اكلات يعني امهاتنا زمان لما كانوا يساووها، بتعرفوا جيل هلا. فهون كمان السلطة بعد ما خلصتها حبيت ابلها قدامكم، كمان حطيت هيك 3 معالق صغار ملح، وكمان انا عصير ليموني كمان ضفتلها. وهلا رح احط دبس الرمان، نحنا بنحب الدبس الرمان صراحة بسلطة الخضار دائما. فهيك ورح اقلبها كتير منيح لا ياخد طعمة الملح والليمون ودبس الرمان كمان. فهيك صبايا مثل ما عم تشوفوا بعد ما خلطتها منيح هيك طبختنا صارت جاهزة والحمد لله رب العالمين. والبطاطا وشايفين اللحمة كمان كتير يعني منظرها بشهي، وسلطة الخضار كمان. وهون أنا ساويت شوربة العدس، والله صراحة أنا كتير بحبها ومشاني أنا كمان فساويتها، قلت لا اشرب شوربة العدس. هون أنا هاي الطنجرة كتير بحبها لأنه بحط فيها شوربة العدس أو شوربة الخضار أو الفاصولية، بتضلها سخنة لما بخلي الشمعة شغالة يعني بتضلها سخنة الشوربة، شايفين صبايا. وهي الشتوية يعني بدها شوربة عدس، وأنا مريضة قلت أحسن شي شوربة العدس، يعني أنا كتير بحبها فساويتها بجنبها كمان. وهيك كان غدانا اليوم والحمد لله رب العالمين، ربي ديما نعمة ويحفظها من الزوال. يعني غدا بسيط وطيب كمان وسريع ساويت الأولاد، فحبيت هيك شارككم يومي وطبختي. وهي هي صبايا. وهون حبيت كمان دوق الطبخة قدامكم، حطيت شوية سلطة وهيك صدر دجاج، وحطيت شوي كمان صوص، هذا الصوص الأبيض كتير طيب مع اللحمة، فحبيت دوق قدامكم. الصراحة يعني ابني كان جنبي فدوقته، واللقمة التانية قلت لا دوق قدامكم لأنه أنا رح أحط الغدا للولاد كمان، بس حبيت دوق قدامكم. شايفين صبايا ما شاء الله تبارك الرحمن، والله اشتهيتكم فيها، واللحمة من جوا طرية ومستوية كمان، يعني ما في أطيب من هيك. يعني أنا دايما بنصحكم خاصة لحمة الدجاج حطوا فيها خل، يعني اللحمة العادية ما بتنحط، بس لحمة الدجاج حطوا فيها خل أبيض كتير بيطلع طري اللحمة. وهي السلطة كمان حبيت دوق قدامكم. وهي كان طبختنا والحمد لله رب العالمين كتير طيب صبايا وخفيف. وكمان هي شوربة العدس، أنا والله يمكن أكل شوربة العدس أكتر من الأولاد لأنه ماني مريضة، فحبيت ساوي شوربة العدس، قلت يعني مع الليمون كمان لسه بيطلع طيب كمان وصحي لا يخف هذا المرض ويروح. وهذا كان غدانا لليوم الحمد لله رب العالمين، ربي ديما نعمة ويحفظها من الزوال. بدي أقول ألف صحة وهنا على قلب عيلتي، وألف صحة وهنا على قلوبكم انتوا كمان ساويتوا هاي الطريقة. إن شاء الله يا ربي هيك ربي يسعدكم ويوفقكم يا صبايا كلياتكم اللي عم تشوفوني هلا. هون صبايا جوزي اجا من الشغل جايب معه هاي سكر نبات منكهة بالزعفران. في صبية حكت لي جيبي سكر نبات كتير منيح مشان يعني يخف البحة والصدر بيخف عليها، فجوزي جابها وهي جاي مثل عيدان، ما بعرف هاي النوعية اللي لقاها وجابها. وإن شاء الله يا ربي هيك استفاد عليها. وهلا وصلت لنهاية الفيديو، بقولكم ديروا بالكم حالكم وتضلوا بحفظ الرحمن، استنوني فيديوهات حلوة وجديدة. مع السلامة صبايا.